يا مساء الفل ومساء الهنا ومساء العسل ومساء الياسمين، مساءكم كله يا رب كده كله سعادة. بصوا بقى النهارده المشتريات اللي انا نزلت جبتها، عايزه اقول لكم ان انا نزلت والدنيا بتمطر، والله كانت بتندع كده، وقلت خلاص وقفت المطره. قلت هنزل يعني هنزل، انا بحب انزل في المطر قوي. واحب كده اقعد ادعي في المطره كده واختلي بنفسي وانا ماشيه في الشارع. ممكن اتمشى نص ساعه كده، بس يعني ايه في حته ضله يعني مش قوي يعني. بحب امشي في المطره قوي، بحب ريحه المطره جدا، بيبقى يوم جميل. النهارده يعتبر يعني بدايه التوقيت الشتوي بقى عندنا كده، بدأنا خلاص. عايزه اقول لكم كل الناس لسه مشتيه، شتت خلاص النهارده، وانا لسه ما شتتش ولادي. ان شاء الله النهارده باذن الرحمن هطلع لهم بقى لبس الشتاء ونشيل بقى الصيف خلاص خلاص. عايزه اقول لكم انا لبست حتى، بصوا كنت نازله بالدريس دوت شتوي. طلعت الشتوي اهو ليه لنفسي انا، لكن لاولادي لسه. لان ده كان عندي قدامي في الدولاب. بصوا بقى، صلوا على النبي، اعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه بالله عليكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك، وما تبخلوش عليا باللايك. آه والله العظيم لسه طالعه مش قادره اخد نفسي. النهارده انا عامله لهم سجق بلدي ومحمراه قبل ما انزل، ومشطبه المطبخ وعامله كل حاجه. قلت بقى انزل بقى على روقان، بما اني مخلصه كل اللي ورايا انزل على الروقان اجيب بقى ايه كل الحاجات اللي ناقصاني. بجيب حبه حبه، انتوا عارفين عشان ايه كتفي الحمد لله خف نسبه كبيره جدا الحمد لله رب العالمين. فبرضه مش بتقل عليه يعني عشان ما اتعبش، فبجيب على قد ما اقدر الحاجات الاساسيه. بصوا بقى انا نازله الاول جبت عيش سياحي، لان احنا عندنا العيش بتاع البطاقه ما عادش بيكفينا والله العظيم يا ولاد، ما عادش بيكفي. بصوا جبت ب 15 جنيه عيش سياحي، ده رغيف بجنيه طبعا، جبت ب 15 جنيه عيش ماشي كده اهو. اللهم صل على النبي. جبت لهم كيلو رمان، انا ما رضيتش ازود عشان انتوا عارفين ما بعرفش اشيل تقيل، وفي نفس الوقت مش عارفه هو مسكر ولا لأ. جبت كيلو رمان ب 20 جنيه. تمام كده. وانا عندي الحمد لله عندي استفنجي في التلاجة، وعندنا كذا فاكهه الحمد لله في التلاجة. واللهم صل على حضرة النبي، جبت ب5 جنيه فينو للصبح، انا مش هوديهم المدرسه. انا النهارده قعدت محمد وبلال من المدرسه ما وديتهمش، لان كانوا قايلين من امبارح كانوا قايلين من امبارح ان الدنيا هتمطر النهارده. طبعا النهارده الحد كانوا قايلين من يوم السبت امبارح ان هيبقى فيه امطار والكلام ده كله. فعلا هي بس ما مطرتش الصبح يعني، النهارده يا ريتني كنت وديتهم المدرسه. ما مطرتش النهارده، مطرت بقى ايه من اول يعني على بعد العصر كده ابتدت المطره بقى. فجبت الفينو بالمره عشان ما حدش ينزل، جبت ب5 جنيه فينو للفطار. جبنا ايه تاني يا بنات؟ اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، وبالله عليكم اعملوا لايك كده واتفرجوا عليا وتعليق حلو. وبالله عليكم ما تبصوش تخطوا الاعلانات، سيبوا الاعلان كده ايه شغال. جبت لهم بقى السحلب الكيس ده ب 20 جنيه، مش عارفه كام جرام بس اول مره استعمله. الحمد لو حلو هقول لكم ان شاء الله حلو ولا لا، استنى بقول لكم كده. ده كام جرام يا ولاد؟ ده كام جرام؟ 250 جرام، ده ربع كيلو. قلت لو حلو ان شاء الله ابقى اجيب منه تاني. ده الربع كيلو بكام قلت لكم انا؟ ب 20 جنيه. تمام كده. طيب جبنا السحلب بتاع الشتاء. جبت كيلو بصل، الكيلو ب 20 جنيه، ب 25 جنيه قصدي، كيلو البصل ب 25 جنيه. جبت عدس، انا عندي اصلا جزر في التلاجة. قلت بقى ايه، آه مش عارفه التليفون بيصور ببطء كده ليه، مش عارفه. التليفون اصلا سيء جدا جدا جدا. بصوا جبت الطحينه دي، ده ربع كيلو ب 35 جنيه، عشان بكره هعمل بابا غنوج. بصوا هعمل بابا غنوج، جبت البتنجان عشان بابا غنوج. فقلت بقى عشان ما انزلش بكره، جبت ربع كيلو طحينه ب 35 جنيه. جبت ربع كيلو عدس عشان برضه اعمل عدس. الربع كيلو يا بنات ب 12 جنيه، ربع كيلو العدس الاصفر ب 12 جنيه. جبنا ايه تاني؟ جبت برضه ربع كيلو عدس بجبه، جبت الحاجات دي عشان ايه اقعد كام يوم كده ما انزلش. ربع كيلو العدس بجبه ب 14 جنيه. تمام كده. دول اخليهم لوحدهم كده في شنطه عشان دول ايه مش مستعجله عليهم. لايك يا ولاد وشير للقناه، الله يا رب يفرح قلب كل اللي يعمل لي لايك، ويفرح قلب ويكبر خاطر كل اللي يشوف لي الاعلانات يا رب. وشوفوا لي الفيديوهات القديمه يا ولاد، عشان كده ربنا يكرمنا كده ونقبض من القناه. مش عارفه اقبض خالص والله العظيم منها. بيجي لي دولار كل شهر، دولار يعني 30 جنيه، ينفع كده؟ ينفع؟ طيب البطاطا الكيلو ب 8 جنيه، ما رضيتش اجيب غير كيلو، عشان بصوا يعني بعملها على مره واحده. بعمل الكيلو مره واحده. وارجعوا كده القناه شوفوا انا عامله البطاطا ازاي بطريقه سهله قوي. بشويها على البوتاجاز زي ما انا قايله لكم. بجيب حله تيفال، طبعا بنقعها الاول يا ولاد، بنقعها وبعد ما انقعها بغسلها كويس قوي بتبقى سهله معاكي بقى في الغسيل. واقوم جايبه حله تيفال مبطناها، عندك ورق الزبده حطي، ما عندكيش زي حالاتي هاتي ورق الكروسه. وتقومي مبطناها، وتقومي حاطه بقى فيها البطاطا رصاها، وحاطه كام معلقه سكر كده عليها، وتغطيها بورقه مبلوله. وتكتمي الحله وعلى نار هاديه خالص، في نص ساعه تستوي معاكي البطاطا. وبعد اول ربع ساعه زوديها كوبايه ميه.
والله العظيم كانك شوايه في الفرن، تحفه تحفه تحفه. وبقوم جايباها اسماها ودلق عليها بقى عسل ابيض عسل اسود، يعني زي ما انت عايزه كده. غزي بقى العيال وغزيهم كده في الشتاء واديهم طاقه. تمام. يبقى كيلو بطاطا ب 8 جنيه، ما رضيتش ازود عشان مش قادره اشيل. طيب جبنا جبنا البتنجان الرومي. في ايه يا بنتي؟ جبنا البتنجان الرومي. طب اقفلي عليك الباب يا حبيبي عشان بصور. جبنا البتنجان الرومي الكيلو يا بنات ب5 جنيه، دول كيلو، الاتنين دول كيلو. بصي بقى البتنجانيه انا بجيبها بتكون من تحت فيها، بصوا يعني ايه العلامه دي، عايزه اقول لكم بصوا العلامه دي اللي هي طويله كده بالشكل ده كده. دي بتبقى مش ممرره وبتبقى حلوه. البتنجانه الطويله بالشكل من هنا ده كده، دي بتبقى انثى. بصوا انا باخدها. اللي هي مكببه من تحت دي بتبقى ممرره، فيعني بصوا اختاروا اللي انا بقول لكم عليه ده. بصوا شايفين اهي، بتنقيها خفيفه وحلوه. دي كده مش بتبقى ممرره وبتبقى حلوه، مش مبطره ولا حاجه. فانا جبت كيلو عشان اعمله في يوم بابا غنوج، وجايبه له طبعا الطحينه بتاعته. ماشي. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بطلع والله العظيم من تحت مش قادره اخد نفسي، فانتوا عارفين الكوليسترول عندي ما شاء الله مش متظبط. فماشيه على وصفه ايه زي ما انا كنت قايله لكم في الفيديوهات القديمه اللي متابعني. الزبادي ده بجيب اخد معلقتين واحط عليه معلقتين بذور شيا، معلقتين ايه بحط كده بالبركه، بذور شيا على بذور كتونه على بذور كتان، واخلطهم مع بعض واخدهم بين الوجبات. يعني ممكن انا بعملها مره واحده في اليوم. بتقلل الكوليسترول وبتسد الشهيه، وللي عاملين دايت حلو قوي قوي. وكمان لو في سكر بتنزله، والله العظيم تحفه تحفه تحفه، وما شاء الله ما شاء الله حلو قوي. يقولوا ما شاء الله اللهم بارك. تمام كده. طيب جبنا ايه تاني كمان؟ بصوا يا جماعه، جبنا ايه تاني اللي بعد علبه الزبادي دي كده عشان اعرف اجيب لكم الحاجات الباقيه، عشان الوصفه عندي صغنطوطه ما بتسعش كل الحاجات دي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا والله العظيم عايزه اقعد بلال ومحمد من المدرسه والله، لاني بصوا عايزه اقول لكم ان صاحبتي لبنى ساكنه جنب ماما، لقيتها يعني محجوزه ببنتها في المستشفى، بنتها نيلي الصغيره. اللهم صل على النبي. وهي قالت لي انا خدت الكورونا يا مروه من 10 ايام. قلت لها بجد والله لسه في كورونا؟ قالت لي والله العظيم انا جالي كورونا من 10 ايام وعملت التحليل، وولادها تعبانين دلوقتي، جوز قاعد بولادها في البيت. يا هاجر عايزه اصور الفيديو. و... وهي يعني قاعده ببنتها الصغيره في المستشفى، وهي وبنتها تعبانين في المستشفى. والله العظيم ربنا يشفيهم يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما. وكمان صاحبتي هدى من الصعيد بتقول لي هي جوزها وولادها متبهدلين من الكورونا. قلت لها بجد كورونا؟ قالت لي اه كورونا. يعني انا مش عارفه يا والله العظيم ثلاثه. طبعا التليفون قرب يفصل شحن ففصل الاضاءه، يعني هيصور كده في الظلام، يعني هنصور في الظلام. النور كان بيقطع من 6 ل 8، دلوقتي بيقطع من الساعة 2 للساعة 4. فأنا عايزة أقعد، والله مش عارفة، يعني اكتبوا لي في التعليقات، مش عارفة أقعد العيال دلوقتي ولا أعمل إيه من المدرسة. والله العظيم ما عارفة. أنا أصلا قلت أقعدوا النهاردة عشان المطرة، قلت لهم ريحوا الأسبوع ده عشان المطرة. فمحمد وبلال بيقولوا لي إحنا عندنا العدد قليل في المدرسة، فمش عارفة والله العظيم بجد. بصوا الكرنبايه دي بتاع جمال السلطه دي ب 15 جنيه. بصوا ما شاء الله بتقعد عندي فتره كبيره جدا. بس اهم حاجه ان انت عشان تحتفظي بيها فتره كبيره في التلاجة حطيها في كيس ما يكونش مبلول. يعني لو حسيتي ان هو ندة كده غيريه ونشفيها بفوطه كده او حاجه ناشفه. والمهم ان هي ما يبقاش عليها ميه، تقعد معاكي فتره كبيره. تاخدي ورقه 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 للسلطه، هترمي معاكي جدا وهتوفر معاكي على فكره في حاجه السلطه جدا جدا. ما شاء الله اللهم بارك، بتقعد فتره كبيره عندي. بجيب الخس والكرنب ده بيوفر في السلطه قوي يا بنات والله. اللي جبت نص كيلو فلفل رومي على حامي ب6 جنيه، نص كيلو ب6 جنيه. ماشي كده. يبقى احنا عندنا برضو، وانا عندي طماطم في التلاجة، عندي قوطه. صورنا كل حاجه. تعالوا بقى شوفوا الحاجه اللي انا عملتها، بس والله ما عرفتش اصورها لكم، يعني التليفون ما كانش فيه مساحه. يعني انا كان عندي الفيديو بس اتمسح، بس ما فيش مساحه الحمد لله. بصوا بقى انا عملت ايه، صلوا على النبي. انا ببعد الاكل عشان الحاجه دي ما تكرفش عليها الحاجه اللي هوريها لكم. بصوا انا بعملها بتقعد عندي الشتا كله. طبعا انا عامله الحاجه دي، جايبه الحاجه بتاعتها قبل المقاطعه، والله العظيم الحاجه بتاعتها كانت عندي قبل المقاطعه. ده جونسون ماشي، كنت جايبه العلبه الوسط دي ب 30 جنيه. بصوا كريم جونسون، العلبه الوسط دي كانت عندي قبل المقاطعه. كانت بحالها مبرشمه بس البنات خدوا منها واستعملوا. انا فاتحاها عشان انا طبعا بصور بايد والكاميرا بايد. بصوا بقى عايزه اقول لكم الوصفه دي مزيله للعرق تحفه يا بنات. والله لما تستعملوها تدعوا لي. الدعاء امنا اللي يعجبه الوصفه دي يا رب. بس الفيديو ما يفصل، التليفون ما يفصلش عليا لان انا بيفصل شحن. انا قلت قبل ما اغير هدومي اصور لكم الفيديو. بصوا بقى دوت بنجيب اللي هو اللي انتوا عارفين المكعب الصابون اللي هو بالمسك اللي بتجيبوه من عند العطار ب 10 جنيه.
باجيبه بقسمه، باخد نصه، واجيب ب 10 جنيه شابه مطحونه من عند العطار برضو. ولو انت عايزه تطحنيها طحنيها يعني. وبجيب ايه تاني عليها، اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بجيب عليها كريم جونسون. انت بقى ممكن تستبدليه باي كريم مصري او اي حاجه مش تبع المقاطعه، وفازلين لو انت حابه. وتقومي خلطه المكونات دي كلها مع بعض كده، وتقومي عبيها في علبه. بصي دي بتكفيني فتره كبيره جدا. انا عندي البنات بيستعملوا بقى الفيبكس والريكسونا والحاجات دي، طبعا في مقاطعه، فانا مش حابه استعمل حاجه المقاطعه بصراحه. وعندي دي من قبل المقاطعه، فانتوا ما تجيبوش جونسون يعني، ربنا كده يسهل الحال كده، ما تجيبوش جونسون يا بنات. كنت جايباها ب 30 جنيه. باحطها بقى في الحمام، بتكفيني فترة كبيرة جدًا، جدًا. وريحتها عايزة أقول لكم تحفة. في اللي هو المكعب هابقى أوريه لكم إن شاء الله في فيديو تاني. في بالفل وفي بالياسمين وفي في المِسك، حلوة أوي، أوي يا بنات جربوها، وصفة حلوة أوي، أوي. للعرق حلوة أوي، تتنشفي وتاخدي الشاور بتاعِك وتنشفي وتحطي منه، حلوة أوي، أوي، أوي. وحاجة مكونات طبيعية وحلوة جدًا، أحلى من الحاجات اللي أنتم بتجيبوها من برّه دي. لايك وشير، أمانة عليكم، ما تتخطوش الإعلان كده يعني، سيبوا الإعلانات شغالة، واللي خارج مصر يشوفوا لي صفحة المُعلن. عشان ربنا يكرمنا كده في القناة، جبر الله خاطر من جبرنا، ويفرح اللي يفرحنا، ويعز قلبه يا رب. وكل اللي يفتح لنا باب رزق ومصدر رزق، الله يفرح قلبه ويجبر خاطره يا رب. تسلموا لي يا احلى اخوات في الدنيا، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين.